حتى أوقات بتكون جميلة ومفيدة، ممكن كمان تتحول لحاجة موجعة وصعبة. الوحدة دي صديق ولا عدو؟ الحقيقة إن الوحدة مش دايما إنك تكون قاعد لوحدك في أوضة، ممكن تبقى وسط ناس كتير ومع ذلك تحس إنك منعزل، محدش فاهمك ومفيش حد قريب منك بجد. الوحدة ساعات بتيجي بعد فقدان شخص غالي، أو بعد ما علاقة صداقة أو حب تنتهي، أو حتى لما نكون في فترة جديدة في حياتنا ولسه مش عارفين حد كويس. الوحدة ساعات بتبقى زي المراية، بتخلينا نشوف نفسنا بوضوح بعيد عن دوشة الناس. لما نقعد لوحدنا بنفكر ايه اللي احنا عايزينه فعلا، مين اللي بيحبنا بصدق، وايه الخطوات اللي محتاجين نعملها في حياتنا. في لحظات الوحدة ممكن نكتشف مواهبنا. في ناس كتير كتبوا كتب أو بدأوا مشاريع أو حتى تعلموا حاجة جديدة لأنهم كانوا لوحدهم وما عندهمش حاجة غير وقتهم وبس. فالوحدة ساعات بتبقى فرصة إنك تسمع صوتك الداخلي، الصوت اللي ساعات بيتغطى تحت كلام الناس. لكن في نفس الوقت ليه الوحدة ممكن تكون العدو ليك. الوحدة لو طولت ممكن تتحول لعبء كبير، ممكن تخلينا نحس إننا مش مهمين وإننا منسيين. ساعات دماغنا بتبدأ تلعب بينا وتخلينا نفكر إننا مش محبوبين أو إننا مش كفاية. الوحدة كمان ممكن تخلي القلق يزيد لما نقعد نفكر كتير من غير ما نشارك حد أفكارنا، نلاقي نفسنا بنغرق أكتر في مخاوفنا، وده أصعب إحساس، إنك تبقى محتاج تحكي ومفيش حد قدامك تحكيله. طيب المفروض نعمل إيه علشان نوازن بين الاتنين؟ أول حاجة هنتعلم نستمتع بوقتنا لوحدنا، نقرأ كتاب، نسمع موسيقى، براكتس سبورت، نمارس رياضة، أو حتى أقعد مع نفسك بكوباية شاي. لما نتعود إننا نستمتع بالوحدة مش هنخاف منها. لكن برضو ما نقطعش نفسنا عن الناس، مهم جدا يكون عندنا شخص أو اتنين قريبين نحكي معاهم بصدق من جوانا، حتى لو مش ناس كتير. وجود حد يسمعك بيفرق جدا. نستخدم الوحدة كفرصة نطور نفسنا بيها، نكتب يومياتنا، نخطط لمستقبلنا، أو نجرب حاجة جديدة. الوحدة ساعات بتبقى الهدية اللي تفتح لك باب جديد. الوحدة مش دايما وحشة ومش دايما حلوة، هي في الحقيقة زي أي حاجة في حياتنا، لو عرفنا نستغلها تبقى صديق، ولو سبناها تتحكم فينا تبقى عدو. فليه ما نعتبرها وقت نرجع فيه لنفسنا، نعيد حساباتنا ونخرج منه أقوى. وفي نفس الوقت ما ننساش إننا محتاجين ناس حوالينا، حتى لو شخص واحد يحسسنا إننا مش لوحدنا في الدنيا. الوحدة مش نهاية، أوقات بتكون بداية تعرف فيها نفسك أكتر وتلاقي فيها طريقك الحقيقي.